لا تنسوا الاشتراك في قناة أمين خلفي قناة وداد الأمة. الحاضر في مواجهة اليوم فريق الوداد الرياضي. صفوف الوداد سيف الدين بورا، هشام بوسفيان، ايوب العملود وغيرهم الانسان بشكل ممتاز. تمريره داخل منطقه الجزاء، كره من سامبو والراسيه كان بامكانها ان تكون مباشره صوب المرمى. بولي جونيور سامبو على الصوره، تعامل مع هذه الكره، كره كانت عاليه داخل منطقه الجزاء وبخلف الراس المغرب الفاسي الجيش الملكي. كره اماميه، محاوله المرور من الفاس، كره ممتازه، تصويبه، جول جول جول. ويظهر ان اولمبيك سفي فعلتها مبكره. محمد المرابط يضع الكره في المرمى، يمنع الجماهير الوثيقه اليوم. شوف الجماهير الروسي اسلام جبران يبحث لرفع الكره على مستوى الخط الامامي. الحسني انطلقت في تسجيل ايضا امام شباب السولم الرياضي. فيما الوداد كره اماميه، تصويبه والحارس يتمكن من ايقاف كره من جانب بوسفيان. كان قريب من وضع هذه الكره داخل شباك فريق اولمبيك سفي يلعبها، كانت بعيده بعض الشيء. البحث عن الحلول الهجوميه، البحث عن الكرات اللي بامكانها ان تجي من جانب عناصر فريق الوداد. ونشاهد هنا العمليه الهجوميه، كره ممتازه من الجهه اليسرى للاولمبيك سفي، تصويبه، جول ودادي بالنيران الصديقة، الأقدام المسفوية تنادي والهدف يكون في الشباك يأتي هدف في شباك الحارس خالد كبير علوي. هدف اللي جاء من خلال النيران الصديقة، من خلال الكرة الجانبية. مرابط يستلم هذه الكرة، تمريرة أمامية، محاولة، بونيفاس منفاس مع الحارس ويضيع كرة كان بإمكانها راس أن يضعها في الشباك، لكن هنالك تألق ليوسف المطيع. لاحظوا بونيفاس كيف أنه استلم كرة بالمقص. جهة اليمنى كانت من نجم، كانت ناقصة بعض الشيء. تمريرة في الجهة اليمنى، ما كانش هنالك تسلل، كذا يقول الحكم. فرصة داخل منطقة الجزاء، راسية، جول ودادي يأتي من جانب جلال الدودي، يضع الكرة في المرمى براسية بديعة. هنالك راس حربة، كرة أمامية، والعارضة الأفقية تنوب عن الحارس. أولمبيك سفي يصبو لتسجيل هدف التعادل، كان قريبا من ذلك، كان بإمكانه أن يسجل لولا براعة الحارس أولا، ثم العارضة التي نابت عن الحارس في آخر المطاف. محاولة كانت بهذا الشكل وبهذه الطريقة، كرة ملعوبة أمامية، تمريرة داخل منطقة الجزاء، رأسية ومباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. الوقت يمضي سريعا، ونشاهد هنا المحاولة الجانبية والكرة التي لعبت بهذا الشكل وبهذه الطريقة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. الاستلام أمين أبو الفتح، نعم، هو من يتمكن من الوصول للكرة الماضية. وفي هذه اللحظات يعلن الحكم على نهاية تفاصيل الشوط الأول. مباراة الوداد وفريق أولمبيك سفي تنتهي بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء ممتع. إذن لمن يلتحق بنا في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، أنتم تتابعون مباراة فريق الوداد الرياضي وفريق أولمبيك سفي. الحكم يطلب انتظار إشارة البداية. نعم، كرة كتلعب الآن من جانب عناصر فريق أولمبيك سفي. انطلقنا في الجولة الثانية من صراع فريق الوداد وأولمبيك سفي. تنفذ هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، مسؤولية، تحضير، إمكانية التصويب، تغيير كل الجهة اليمنى. كرة تنفذ، تمريرة جانبية داخل منطقة الجزاء، البحث عن متمم للعملية، يغيب متمم من العملية في اللقطة الماضية، وكرة مباشرة إلى خارج الخط الخلفي للملعب. ضربة مرمى لصالح فريق الوداد الرياضي. نشاهد هنا اللقطة، يحاول مرة تمريرة ديالو في الجهة اليمنى، فرصة جول، ويضيع الهدف
بوسفيان فعل ما بالإمكان، راوغ، قام بالأصعب والسهل، هو العنوان. ضياع كرة بهذا الشكل من جانب بوسفيان، كرة مباشرة خارج الميدان. دقيقة 79 عبد الرحمن كيف على كرة داخل منطقة الجزاء، فرصة خروج الحارس يوسف المطيع يتمكن من إيقاف هذه الكرة بهدوء. كرة تنفذ بهذه الشكل وبهذه الطريقة، والحكم يقول الزاوية مرة ثانية. لاحظوا على باب ضربة جزاء. لاحظوا الصورة من غرفة الفار، سيتوجه إلى شاشة الفار، سيتأكد من اللقطة الماضية، من المحاولة الماضية. شاهد هذه اللقطة بالذات، نعم شاهد هذه اللقطة بالذات، ارتقاء شوفوا هنا طريقة جات من خلالها المحاولة. إذا يقر بضربة جزاء، محاولة ضربة جزاء تأتي بهذا الشكل وتسجل. يحيى جبران يضع الكرة في الشباك معلنا عن الهدف الثالث للوداد. 3 أهداف مقابل هدف واحد في مباراة اليوم. لا زال سفان يدون في مذكرته، لا زال سفان يكتب المعطيات عن مباراته، و3 أهداف للوداد تسعد المناصرين. أضاف الحكم 6 دقائق، مرت فينا 3. كرة تنفذ بهذه الشكلة، تغطية تعود مرة أخرى. ضربة جزاء، ضربة جزاء تأتي في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. شوفوا هنا القرار اللي جاء من جانب الحكم تمسماني في الانفاس الأخيرة من مباراة اليوم. لعبت بهذه الشكلة ضربة جزاء لأولمبيك سفي. الاستعداد للتعامل مع هذه الكرة الأخيرة، الاستعداد للتعامل مع ضربة جزاء في مباراة اليوم في لحظات أخيرة. التحضير، التهيئ، ومباشرة مطيع يصد ضربة جزاء ليست بالغريبة على مطيع أمام المحاولة التي قام بها بكل هدوء، حبها بكل هدوء لاعب فريق أولمبيك سفي منصف العمري. وفي هذه اللحظات مشاهدينا الكرام ينهي تفاصيل المواجهة الحكم هشام تمسماني، ينهي تفاصيل مباراة اليوم بالنتيجة المعروفة 3 أهداف مقابل هدف واحد.